تعالوا نعمل أكلة صحية ولذيذة، صدور دجاج مشوية بتتبيلة تحفة حلوة جدا. وكمان معايا خضار مشوي برضو عامله له تتبيلة كده لذيذة، وبنحطه في الفرن بيطلع يجنن. ونسمي الله ونبدأ. وأول حاجة عندي هنا كيلو صدور دجاج سميكة شوية أو بانيه تخين. هبدأ إن أنا أتبله بملح، فلفل أسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات فراخ كلها معالق صغيرة، ربع معلقة قرفة صغيرة. هنزل عليهم بمية بصل ومية طماطم، حوالي بصلتين وطماطمتين، مصفيهم كويس جدا من التفل ونزلت بيهم على البهارات. كوباية زبادي، معلقتين كبار دبس رمان وده اللي هيخلي طعمها أحلى، معلقتين زيت، عصير ليمونة. ونقلب بقى كل الحاجات دي كده كلها مع بعضها، وحابين تزودوا كمان بهارات شوي برضو بتبقى حلوة جدا. هننزل بقى بالصدور بالشكل ده، نتبلها كويس في التتبيلة اللي احنا عملناها دي، وندخلها التلاجة أقل وقت ساعتين. لكن أنا هنا كنت عاملاها قبلها بيوم، فطبعا التتبيلة كل ما بتقعد كل ما بتدينا نتيجة أفضل. تاني يوم بقى كده جهزت طبق خضار حلو فيه كوسة وبطاطس وفلفل ألوان وكمان فلفل رومي وبصل وطماطم، يعني أي خضار عندنا نقدر نستخدمه في الأكلة دي. أي خضار نقدر نشويه، ممكن نستخدم معاه كمان بتنجان رومي بيبقى حلو برضو، أي حاجة عندكم. هنا بقى كنت مقشرة البطاطس، هقطعها صوابع تخينة بالشكل ده، والجزر كمان صوابع تخينة، والكوسة والفلفل بالشكل ده كده هعمله شرايح. يعني المهم ان احنا نقطع كل الخضار بالشكل ده. انا هنا شلت الطماطم والبصل وهروح اغسل الخضار تاني بعد ما قطعته، وبعد كده هقطع عليهم الطماطم والبصل. كده الخضار عندي كله جاهز وقطعته. تعالوا بقى اقولكوا على تتبيلة حلوة قوي للخضار بتخلي طعمه حلو جدا. معلقة زبدة صغيرة، وعليها معلقة زيت كبيرة، زعتر، ملح، فلفل اسود، بابريكا، شوية بهارات فراخ او اي نوع بهارات انتوا بتفضلوه، ومعلقة توم مفروم او فصين توم مفرومين كده ناعم. ونقلب بقى كل الحاجات دي كلها مع بعضها. ممكن ما تحطوش اي بهارات غير الملح والفلفل الاسود وبرده بتطلع جميلة جدا. هتبل بقى الخضار بالتتبيلة اللي احنا عملناها دي، نقلبه كويس جدا. هتبل بقى الخضار كله بالتتبيلة الحلوة اللي احنا لسه عاملينها دي، ومجهزة عندي صينية فيها ورقة زبدة. هنزل بالخضار فيها بالشكل ده، واغطيها كمان بورقة زبدة وورقة فويل لحد ما تقرب تستوي. هشيل بقى ورقة الزبدة ورقة الفويل عشان تاخد وش حلو كده. ممكن بدل ما ندخله الفرن نعمله في الجريل برضو بيبقى حلو جدا وبيبقى اسرع كمان. ندخله الفرن، وتعالوا بقى ايه نشوي الصدور بتاعتنا اللي احنا متبلينها من قبلها بيوم. جريل على النار، معلقة زبدة صغيرة، اول الجريل ما تسخن والزبدة تسيح بالشكل ده، هنزل بقى بالفراخ بالشكل ده. واهم حاجة ان الجريل تكون سخنة كويس جدا عشان الفراخ ما تنزلش اي مية، وكمان تبقى طرية معانا وحلوة جدا. تتشمع كده بقى دقيقتين 3، ونفضل نقلبها من وقت للتاني لحد ما تستوي معانا وتدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ريحتها قلب البيت فعلا، طعمها حلو قوي، ريحتها تجنن. وتعالوا بقى نشوف الخضار طالع برضو حلو جدا. هنا الصدور خلاص استوت معايا كلها، وكمان الخضار طالع مستوي كويس جدا، ممكن كمان تديله وش اكتر من كده في الفرن. الاكله دي من الاكلات الصحيه جدا المشبعه وحلوه قوي. تقدروا كمان لو مش حابين طعم الزبدة او شايفين ان هي ممكن ايه تأثر شوية على الوزن، فممكن تلغوها خالص، لكن معلقة زبدة صغيرة مش بتأثر قوي معانا. وبس كده خلصت احلى اكلة صحية ممكن تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفولو الصفحة.